السلام عليكم. كيف حالكم بنياتي؟ شن اموركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. توا المره الاولى حطينا نصيحه على الماشي الكوشه الكهربائيه. توا بنقول لكم معلومه مهمه يا بنات على الغاز. اللي عندها غاز ستيل ترد بالها تستعمل الخل، أنا أهو سمعت وحدة قالت لي ديري الخل لغازك. تمام، أني كنت ماشية ما شاء الله علي ندير في طلية متاعي ونمسح كل عمري ما درت حاجة لمني للغاز. ندير في طلية صابون عادي سائل اللي نغسل بيه في المواعين ونطليه كله ونلمع تلميعة كويسة. تمام، وهادم يوميا لازم ينطلوا بالصابون، لازم ضروري. شوفوا ما شاء الله عمري ما خليت غازي. شوفوا باستمرار وين ما نكمل الا الوجبه نتاعي طول نمسحها طول معناتها ما نخليش لا نطيب عليه مثلا وجبه غدوه ونمسحها، لا، اول باول زي الكوشه بالضبط، نفس روتين الكوشه. المهم درت مسحت غازي بالخل. شوفوا يا بنات، شفتوه دقيقه بس، شوفوا كيف ولالي، شوفوا الغاز كيف ولالي. شوفوا تغيب اللون متاعه. ما عادش هذيك اللمعه اللي كانت فيه، هذا كله من الخل. انا استعملته 3 مرات راهو، بس فقط مسحت بيه 3 مرات بهيو ومعنيتها. وشوفوا وضعها كيف. فلهذا مش اي حاجه تسمعوها تديروها، ننصحكم بالذات في الامور هذه. النقطة الثانية والمهمة، لما بتقلي وعندك روس كهربائية بالطريقة هذه في غازك، ديري سيلفر على غازك، على الروس هما لما بتقلي. تمام، ديري سيلفر على الروس هادم باش الزيت يجي عليه السيلفر، ما يجيش على وين، على الراس هذا. فهمتوا كيف؟ توا هذا الراس جديد قاعد حتى نفتح فيه جديد مش ملبس، لكن هذا بحكم انني نقلي وفي جنبه هو، فالزيت شنو يصيب له؟ يتبزع لي على الراس هذا. شوفوا كيف ولا خساره. شفتوا قد ما حاولت انني نمسحه ما مشاش. تمام، فهذه معلومه مهمه ديروها يا بنات، تستفيدوا بها وغازكم يبدا ديما نظيف وديما جديد، وما فيش داعي تستعملوا الحاجات الثانيه اللي تفسد لكم، بالذات الستيل هذا النوعيه حساسه ما يتحملش. تمام، وهي نتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده ونصيحه جديده، وسليمتكم.